طبعا انا عارف وانت عارف وكلنا عارفين ان الاهلي اصلا ما طلبش من الاول يلعب دوري ابطال زي ما هم قالوا. الاهلي بيحترم اللوائح والقوانين، علشان كده هو من الاول قال انا هلعب كونفدراليه. لو جالي دوري ابطال خير وبركه هلعب فيه ماشي وكل حاجه، انما انا هلعب كونفدراليه لا ماليش دعوه. هو نفس الاهلي اللي كان بيقول فين فواتير الميه والغاز والكهرباء اللي على الزمالك. شوفوا لي الرخصه، شوفوا لي كل حاجه تتعلق بنادي الزمالك. هو نفس الاهلي اللي لما راح يتفاوض مع مصطفى محمد بدل مره 3 أو 4، ومصطفى في الثلاث اربع مرات رفضهم. كان كل مره بعد لما يتفاوض معايا يقول لك احنا ما طلبناش مصطفى محمد من الاول، احنا مش عايزينه. فتيجي ساعتها بقى تتخيل منظر الاهلاوي قدامك وهو بيقول لك الكلام وعكسه في فترات زمنيه متقاربه مش متباعده حتى. يعني ممكن لو التفاوض خد اسبوع، هو في اول الاسبوع مصطفى محمد جاي الاهلي، في اخر الاسبوع اصلا الاهلي ما طلبش مصطفى محمد. هو والله من شهرين الزمالك ما معهوش رخصه، مش هيلعب دوري ابطال اصلا. احنا هناخد الرخصه. لا ولا اقول لك خلي الرخصه معاك، ده احنا خلاص ده دلوقتي هيزيد دوري الابطال. لا مش هيزيد، انا هاخد الرخصه، انت مش هتعرف تدفع الفلوس اللي عليك. لا دفعتها ازاي؟ جبت الفلوس دي منين؟ لازم نعرف، لازم نتيقن ونتاكد انت جبت الفلوس دي منين، مش هنعدي الموضوع بسهوله. فتعرف اللي انت بتكلم واحد يعني معلش بالكلمه مختل نفسيا. يعني بعيد اصلا عن الجماهير بتاعت الاهلي، قناه الاهلي ذات نفسها كانت طالعه بتهاجم اتحاد الكوره. قناه الاهلي اللي هو النادي، قناه النادي ذات نفسه طالعه بتهاجم اتحاد الكوره، ومش هنسيب اي حاجه في التراخيص ولازم نعرف كل حاجه، ولو الزمالك ما عندوش رخصه الاهلي هيروح مكانه ومش عارف ايه، وطلع لي بقى فواتير الميه والغاز والكهرباء، ونشوف الزيت والتموين والسكر بتاع الزمالك بيوصلوا ولا لا، وفرق العيش شوفوا عامل ازاي. وفي الاخر اول لما اتحاد الكوره اعلن والاتحاد الافريقي بعت للزمالك الرخصه بتاعت دوري الابطال، احنا كده كده هنلعب كونفدراليه، احنا عارفين احنا اصلا ما طلبناه. احنا ما فكرناش ان احنا نلعب دوري ابطال، احنا عايزين نلعب كونفدراليه الضعيفه اللي بنقلس عليها على طول، اللي احنا عايزين نلعبها. فوالله تلقائيا نعرف ان انت بتكلم واحد مختل نفسيا، واحد عايش في العباسيه او ده مكانه الصحيح ان هو يعيش فيه. لكن ما علينا من كل الترهات والحاجات يعني القليله دي، خلينا في المهم ان الزمالك العظيم البطل اللي ازاي البطل بتاع الدوري يروح دوري ابطال، وثالث الدوري يروح كونفدراليه. سبحان الله، المفروض الاول يروح كونفدراليه والثالث يروح دوري ابطال، او الاول ما يلعبش في اي بطوله. اسمع علينا، نادي الزمالك البطل بتاع الدوري الاعجازي، اقوى دوري في تاريخ نادي الزمالك واي نادي عامه بالظروف اللي كانت محيطه بيه، بيروح دوري ابطال افريقيا خلاص وبياخد الرخصه بتاعته بتاع دوري الابطال زي ما خالد الغندور اتكلم. فبطل الدوري رايح يلعب دوري ابطال افريقيا اللي هو غايب عنه بقاله 3 سنين، لان هو كان بيخلص ثالث فبيلعب في الكونفدراليه، بس ما كانش بيدبدب ولا بيعيط ولا بيزمر ولا بيصوت، ما كانش محتاج من حد حاجه. فالزمالك خلاص داخل دوري ابطال افريقيا بامل جديد، بحاجه جديده، لان البطوله غايبه بقالها فتره كبيره عن الزمالك. اخر 3 مشاركات كان شكلهم وحش قوي وانت بتطلع من المجموعات، فانت داخل بقى تعمل حاجه جديده يعتبر للجيل ده او للجيلين اللي فاتوا، لو بنحسب الجيل 10 سنين مثلا انت بقالك 24 سنه ما خدتهاش. فانت بقى عايز تجيب السادسه بقى، السادسه اللي مكفرانا في عيشتنا. قسما بالله فوق كرهت رقم 6 وكلمه 6 وكلمه السادس والسادسه كرهتهم. نفسي خلاص بقى ناخد دوري الابطال ده ونرتاح بقى من القرف ده. فانت داخل وانا عندي وجهه نظر وهقولها وزي ما تيجي تيجي. انا شايف ان الزمالك هو المرشح الابرز انه ياخد دوري الابطال مع صن داونز، مش شايف حد تاني. هتقول لي الترجي، اقول لك ده انا ابو عمرو السيسي وروقه وسيف الجزيري وزيزو دعكتهم 3 في اخر مره لعبت في افريقيا وطلعت سنتها من دور المجموعات. هتقول لي بيراميدز بفشخها بالعيال الصغيره رايح جاي في الدوري بكسبها كل خميس. مفيش حد تاني، مش هتلاقي حد تاني. اورلاندو بايرتس بقى وشغل الحنايكه والحاجات دي، لا دول ما لهمش علاقه بدوري الابطال عامه. بالمناسبه اورلاندو بايرتس دي اخر مره الاهلي لعب كونفدراليه كانت 2015 وطلع من نص النهائي بذل قدام اورلاندو بايرتس بالخساره 5-3 1-0 هناك في جنوب افريقيا و4-3 لاورلاندو هنا في مصر. يعني خسروا ذهاب اياب وخسروا على ملعبه هنا من اورلاندو. ما علينا، كانت معلومه اسرائيليه، شفت المعلومات الاسرائيليه اللي بتيجي في اخر الكتاب كده، او في مثلا خلصت درس معين فبتلاقي صفحه فاضيه، فبدل لما يسيبوها فاضيه بيكتبوا لك معلومه اسرائيليه ويكتبها لك ويعملها لك، انا قلت اقولها لك في النص. فانا بشوف والله ان الزمالك السكواد ناقص. سكواد الزمالك فيه ناقص كتير،
مشيت حسام عبد المجيد اللي انا بالمناسبه ما بحبوش كلاعب عامه يعني، بس كان عمود من اعمده الفرقه السنه اللي فاتت. سكوادك ناقص، بس لو جيت تبص لها والله كسكواد انت سكوادك محترم عن كل الفرق الباقيه في القاره دي، كلهم جرابيع قصادك. والله ده اللي انا شايفه، انا شايفهم كلهم شويه جرابيع قصاد الزمالك ما عدا صن داونز. جيش ملكي ايه ونهضه بركان ايه ومش عارف ايه وايه وايه. بس انا عندي شرط عشان السكواد ده يوصل نهائي افريقيا او يعمل حاجه في دوري الابطال او ياخدها ان شاء الله. الاحلام مش الاحلام ببلاش يعني، فانا بحلم ان شاء الله حلمي ده يتحقق. لو اللعيبه ده السكواد ده خد فلوسه في وقتها والله الموضوع ده هيفرق جامد. تخيل بقى تديله فلوسه وتديله مستحقاته الماديه كلها، ومستحقاته من ايه؟ من الفوز بالماتشات. يعني اللعيبه دي كل لما تكسب ماتش مديلها جايزه الفوز بالماتش ده. تخيل اللعيبه دي تبقى عامله ازاي في الملعب. تخيل المدير الفني بتديله فلوسه في وقتها، وهو مدير فني مناسب جدا لطريقه لعبنا كمان. فوق رازوفيتش ده بالتحولات وبالسرعه بتاعت خوان الفينا، خوان بتزيرا وشيكو بنزا وفي عدة دباغ قدام كمان. فانت بتتكلم في ان انت والله هي القصه في حته ان انا بدي اللعيبه دي فلوسها في ميعادها وبديلهم مكافاتهم في ميعادها، والمدير الفني بتاعي بجهازه كله بياخدوا فلوسهم في ميعادهم. ساعتها قسما بالله انا بالنسبه لي الدنيا هتبقى مظبوطه. هتقول لي طب الفلوس ومش عارف ايه والزمالك في ازمه والزمالك لسه حل القيد، اقول لك اولا الف شكر للكابتن حسين السيد اللي حل كل يعني دفع فلوس كتير قوي من جيبه وحارب لاخر نفس عشان الرخصه الافريقيه دي، فالف شكر له لان هو شال الزمالك في وقت ضعف، في وقت الزمالك محتاج له فيه. فاحنا لازم نشكره ونحطه فوق دماغنا والله. رقم اتنين بقول لك في مستثمر جه الزمالك النهارده بقول لك حاطط بادجت اولي، مستثمر خليجي 2 مليار جنيه فيما فوق. تخيل 2 مليار جنيه دول من دخلوا نادي الزمالك، شوف هتعمل بيهم ايه. شوف والله هتوصل لايه، الفلوس دي هتوصلك لايه. لو قضت كفر قطه دي بدأ في يناير هتجيب لعيبه على السكواد اللي معاك، اعلى لعيبه تعرف اي لاعب انت عايزه هتروح تجيبه عادي وتلعب بالكامل بيه دوري ابطال. ولو جبت على السكواد ده لعيبه ثانيه وانت معدي مجموعات دوري ابطال اضمن لك والله بعون الله الزمالك هيوصل نهائي وياخد البطوله. اهو والله العظيم ده اللي انا شايفه. انا قلت اقولها وزي ما تيجي. هيبقى معاك فلوس تدي اللعيبه في مواعيدها، تدي مكافاتهم في مواعيدها، تدي المدير الفني فلوسه، تكمل انشاءات في شركه الكوره، تكمل انشاءات في الفرع الجديد للنادي، تكمل كل حاجه عندك. شركه الكوره هي ملاذك الوحيد زي ما احنا قلنا. بس الفكره اللي انت يبقى معاك فلوس عشان تصرف على اللعيبه دي، عشان ما يبقاش عليك ايقافات قيد تاني. قيد في الفيفا، وان اسمه بقى ملوث بحته ايقافات القيد وايقاف قيد تاديبي وحاجات غريبه. خلاص بقى مش عايزين نخش الحته دي تاني. عايزين يبقى عندنا مصادر الفلوس زي شركه الكوره، فرع تاني، الحاجات دي. مصادر الفلوس دي تقدر تدفع منها للعيبه، تدفع منها للمدير الفني، تدفع منها لاعضاء يعني لاعضاء اللي هم العمال طبعا. ده لازم والله العظيم اهميتهم. عايزين 100 جنيه العمل مفيش للعمال بتوع النادي. وده اهم حاجه بالنسبه لي حوار العمال ده، علشان انت تدي الفلوس للغلبان او اللي قوته على قده وفلوسه على قده اهم من انك تدي للعيبه والله كمان. يعني لو خيرتني ادي للغلبان ده ما تديش للعيبه. اللعيبه بتاخد فلوس وفلوس حلوه ما شاء الله، ربنا يزيدهم كلهم. بس انا ما بتكلمش في نقطه فلوس وبتاع، انا بتكلم في نقطه ان الراجل اللي فلوسه على قده تديها له احسن، اديله فلوسه احسن. والله انا نفسي اشوف الزمالك في احسن حته في الدنيا، نفسي اشوفه احسن نادي في الدنيا كمان. نفسي الزمالك ده ما اشوفش فيه حاجه وحشه، ما اشوفش حوار ايقافات القيد ده تاني، ما اشوفش حسين لبيب في النادي تاني كده يعني. ما اشوفش الزمالك بيطلع ناس على التلفزيون يتكلموا في ان الزمالك ممكن ياخد الرخصه او لا، مع ان الموضوع كان ممتع لان في الاخر نهايته كانت مشطشطه، فالموضوع كان ممتع فشخ. بس بالنسبه لي انا مش عايز اخش الليله دي تاني، عايز ابقى قاعد هادي ما بفكرش في حاجه. ما هو برضه لو انت قستها انت المره دي لحقت الرخصه في الاخر، انت مش عارف لو انت اتحطيت في نفس الموقف ده بعدين لا قدر الله انت هتعمل ايه في حوار الرخصه ده؟ ممكن ما تعرفش تعمله. ساعتها انت دمك هيتحرق بطريقه انت مش تبقى متصورها. يعني لو احنا ما كناش رحنا دوري ابطال السنه دي بالذات ده اهي
بعد 3 سنين بتلعب كونفدراليه، اقسم بالله كانت هتبقى قمه السف والهرياء عليك والتريقه، وقمه بقى اللي انت مغلوظ ودمك محروق، لان انت اصلا مش مقالك كونفدراليه. انت مهما تلعب في دوري الابطال بس، انت تاني اكتر نادي واخدها بعد الاهلي، فمقامك فيها، مقامك مش انك تلعب كونفدراليه خالص. فيا رب يا رب يا رب الزمالك ما عادش يخش في مشاكل ماديه، شركه الكوره تتم، فلوس اللعيبه تاخدها في ميعادها، الانشاءات في الفرع الجديد تخلص، يعني تخلص في وقتها، كل حاجه تخلص في وقتها، عشان بعد كده الزمالك نشوفه في تقدم فقط وفي فلوس في النادي، ما نشوفش حوار قضايا كاف قيد او حاجه في الفيفا او حاجه في الاتحاد المصري او فلوس زيت وتموين وكهرباء وميه والحاجات دي وفرق العيش. ان شاء الله الزمالك من تقدم لتقدم ويبقى احسن نادي في الدنيا بعون الله. وحته كمان عايز اتكلم عليها برضو في جزء في الاداره، يعني هو انا عندي مدير فني جايبه يمسك نادي الزمالك، المدير الفني ده له جهاز معاون، جهازه المعاون ده بيشتغل معاه بقاله سنين، ما بينهم ثقه، ما بينهم حب، ما بينهم احترام لبعض، ما بينهم تعاون، كلهم فاهمين بعض اصلا. فهو اختار جهاز فني معاون، ده اختياراته، اسيبه هو براحته يختار اللي هو عايزه، مش لازم افرض عليه حد معين. لازم يبقى في واحد مصري انا معاه، بس ما افرضش عليه ان انت تجيب لي 2 بس اجانب والباقي مصريين او 3 اجانب والباقي مصريين، لا يجيب الجهاز بتاعه كله عادي وازود انا واحد مصري، ما فيهاش حاجه، بس يجيب اللي هو عايزه. دي اختياراته، سواء نجحت ان شاء الله او فشلت بعيد الشر، يعني ساعتها هو اللي هيتحمل نتيجه دي اختياراته دي. ما انا ما اجيبش المدير الفني من اولها عقدها في وشه. مش بكفايه ان امبارح بعد كلام شركه الكوره حصل مشكله مع المدير الفني واتحلت النهارده بسبب الكابتن حسين السيد ربنا يبارك له. فبلاش شغل اللي انتوا قاعدين علشان تفشلوا اي حاجه في النادي. هو مدير فني وجاه ومعاه جهازه المعاون، ما سيبه يا عم، انا مالي، ما يجي بجهاز الفني المعاون اللي هو عايزه، انا مالي، انا شغلتي ايه؟ ما يجي يا عم ويدرب وبراحته ولا اي حد يكلمه، حط واحد مصري معاه بس يجي بجهازه الفني كامل زي ما هو عايز يزود عليهم ناس اجانب يزود براحته. كده كده انت حطيت له بادجت معينه له للجهاز الفني المعاون بتاعه، يقسمها زي ما هو عايز عليهم. انت مالك انت بقى؟ هي نفس الفلوس يجيب اللي هو عايزه بقى. مش عايزين والنبي تشغيل دماغ وتقرفونا وكرهونا بقى في الراجل من قبل ما يجي. الراجل ده والله ممكن ما يطقناش اصلا، ما يرضاش يجي، احنا بنكفره.